في مدينة كبيرة، يعيش رجل يدعى خالد صالح. خالد كان ممثلا من الطراز الرفيع، يتمتع بشخصية جذابة وموهبة لا يختلف عليها اثنين. قدم أدوار الشر والخير ببراعة واستطاع أن يقنع الجمهور بكل جوانبه. قصة خالد ليست مجرد قصة فن، إنها قصة إنسان امتزج فيها الجمال بالألم. في عام 2014، بعد سنوات من النجاح والشهرة، قرر خالد أن يقوم بعملية جراحية في القلب بعد أن شعر بتعب لم يكن يعرف مصدره. كانت العملية في مركز مجدي يعقوب بأسوان، وكان الجميع يعتقد أنها مجرد عملية أخرى يمكن للطب أن يتعامل معها بسهولة. لكن ما لم يكن في الحسبان أن خالد رحل بعدها بأيام، تاركا خلفه لغزا كبيرا. الأطباء وصفوا الوضع بأنه كان سليما، لكن شيئا لم يكن كما يبدو. بعض الأصدقاء المقربين منه أكدوا أنه كان دائما مرهقا بسبب العمل ولم يعر تعب قلبه الاهتمام الكافي. الشكوك بدأت تثار. البعض منهم أشار إلى احتمالية وجود خطأ طبي غير معلن، بينما آخرون تحدثوا عن حالة نفسية أثقلته على مدى سنوات. إحدى الروايات أفادت بأنه كان كثيرا ما يردد في الفترة الأخيرة: أنا تعبت، بس نفسي أرتاح، كأنها كانت إشارة إلى أنه كان يعيش في صراع داخلي لم يعرف الناس تفاصيله. هكذا رحل خالد صالح، ولكن موته المفاجئ فتح عديدا من التساؤلات. هل كان موته أمرا محتوما لا يمكن تفاديه؟ وهل كان القلب الذي أحب الناس وصنع الفن قادرا على تحمل أعباء الحياة؟ ذكرى خالد صالح لا تزال حية في القلوب، وابتسامته تبقى جزءا لا ينسى من تاريخ الشاشة. ترك إرثا فنيا وإنسانيا سيظل يردد: صدقني حتى في الكذب. كان خالد صالح صادقا حتى النهاية.